فرصة لفخر مصر. الجمعة العصر أبو رضا شرف مصر. يوم الجمعة العصر أبو رضا شرف مصر. قولوا يوم الجمعة العصر. اشمعنى يعني يوم الجمعة العصر هو هيشرف مصر؟ ايه الفكرة في كده؟ يعني هيعمل ايه في يوم الجمعة ساعة العصرية؟ لكن بعيدا عن اي شيء بجد، يعني المهندس هنا بوريدة الراجل ده عامل عظمة ملهاش حل للكورة في مصر، وهو فعلا دايما مشرف مصر، وفي امثلة كتيرة جدا على ان الراجل ده مشرف الكورة المصرية، بدليل ان احنا من 2013 لحد وقتنا الحالي، وحتى هو من قبل ما يمسك منصب رئيس اتحاد الكورة، منتخب مصر في كل الفئات ما فاز الا ببطولة واحدة بس، وهي بطولة كأس افريقيا تحت 23 سنة في 2019. كده مشرف مصر ولا مش مشرف مصر يا كرويين يا بتوع الملاعب؟ الراجل مشرف مصر على الاخر، والدليل على كده الفضيحة اللي حصلت في روسيا في 2018، والفضيحة اللي حصلت في مصر هنا في كأس افريقيا في 2019. مشرفنا ولا مش مشرفنا يا كرويين يا بتوع الملاعب؟ الراجل مشرف الكورة المصرية، والكورة المصرية في عهده يعني بتعيش أزهى عصورها، والدليل على كده المناكفات اللي بتحصل مع النادي الأهلي، وحال نادي الزمالك اللي حرفيا يصعب على الملحد وعلى الكافر، وحال نادي الإسماعيلي اللي بقى يصعب على الكل حرفيا، والانهيار البشع اللي نادي الإسماعيلي عليه. كده مشرف الكرة المصرية ولا مش مشرفها يا كرويين يا بتوع الملاعب؟ الصراحة الباشمهندس هنا بوريدة الراجل بيتعب وبيكافح حرفيا علشان الكورة المصرية تبقى فوق فوق خالص، والدليل على كده بصوا على حال الكورة المصرية دلوقتي، واللي وصل فيها الهذيان لفكرة دمج الأندية مع بعض، بأن هو مفيش حل عملي لتطوير الكورة في مصر. يعني الراجل كده مش مشرفنا ولا مشرفنا يا جماعة؟ انا عايز افهم حاجة، يعني الناس اللي بتطبل للباشمهندس هنا بوريدة بجد، يعني انتوا يا جماعة عندكم ذرة عقل ولا انتوا مفيش عقول عندكم خالص؟ يعني حتى لو انتوا منتفعين او حتى انتوا يعني بتكسبوا من ورا المنظومة بتاعت الباشمهندس هنا بوريدة، بس على الاقل يبقى في ذرة عقل، مش ان انتوا تقعدوا تقولوا يوم الجمعة العصر ابو ريدة مشرف مصر. يعني بجد يعني ارحمونا يرحمكم ربنا.